بقول لك ايه، تعالى بس. عارف مين ده؟ بدري. بدري طلع امتى يا معلم؟ طلع اوقات ما برشلونه مش عايز تجيب صفقات او مش عارفه تجيب صفقات لاسباب ماديه. حلو اهي. مين ده بقى يا معلم؟ ده اقول اسينسيو. مين اقول اسينسيو؟ لانشيلوتي طلعهولي واقنعني ان الواد ده جامد وموهبه، وده يعني الزبد بتاع الكاستية. ده بقى يا معلم اللاعب اللي انا اخده اقول لك يا معلم والله ده هيلعب معايا اساسي. سهله اهي، سهله وبسيطه. انشيلوتي بقى ايه؟ بيلعب لعيبه مصابه مش في مكانها، عندهم مشكله ما عندهمش مشكله، بيعرفوا يدافعوا ما بيعرفوش يدافعوا، مكانهم مش مكانهم، بنلعب لعيبه وحشه، لعيبه حلوه في اعلى مستوياتها في اقل مستوياتها، وما بنلعبش بقى والاسينسيو اللي احنا جايبينه. نخسر من اسبانيول وندخل على اتلتيكو مدريد في سيتي وبتخسر لاعب هو يا معلم العنصر الوحيد اللي شغال في خط دفاعك. فانت خسرت واحد هو الوحيد اللي شغال في خط دفاعك، وانت داخل على 3 ماتشات الله اعلم بيهم. هنتكلم عن ده كله في حلقه اسبانيول وريال مدريد، شمشير وراجل جديد، انا زي ما جدي ومنتدى، ويلا بينا نخش في المدعكه والكارثه اللي بتحصل في المرنجي. احنا خلصنا المنتديات اللي احنا بنعملها في تاريخنا كله، وبقينا دلوقتي بقى ده السيناريو مكتوب ومحفوظ، فقال لك والله انا اغيره واجيب يا معلم سيناريو جديد كده ان انا ابقى متصدر الدوري. ولا والله العظيم يعني مش هتصدق كتير، لان نعمل خلق تنافس وخلق فرص. طب ما تخلص يا اسطى، طب ما تخلص الدوري وابدا. اصل انا معيش الدريم تيم، يعني انا معايا معلم خط دفاع فيه تشاوميني وفاسكيز وفيرلان مندي وايريك جارسيا. فيعني مفيش اسوأ من كده حرفيا، يعني مفيش اسوأ من كده خالص يعني. فان انا العب اصلا بتشاوميني وانا عندي يا معلم اهو الاسينسيو على الدكه. طب يا عم انت مقتنع بتشاوميني وبتحلل فلوسه، ما عنديش مشكله. العب بفاسكيز وانا في ماتش بلد الوليد قمت جاي معلم معاه ملعب اهو اسينسيو، فالواد عمل لي ماتش حلو، فقوم جاي معاه دكه. لا وانت عندك كمان روديجير نازل اصلا من اول ماتش مصاب. فانا ليه اصلا ما ابداش يا معلم بقول اسينسيو من اول الماتش بسم الله الرحمن الرحيم كده، ما يطلعش يا معلم من الماتش. اصل ده مصاب، فتلعب واحد مصاب على واحد عندك حلو. الواد جامد، الواد يا معلم والله حلو، والله. لو انت ما تعرفش او ما بتشوفش في التدريبات يعني، فالواد والله حلو. يا عم كاولو الواد حلو، الواد لعبه، اصل هو مش هجوزه بنتي. يا معلم اصل ما فهمتش الخطه، ما فهمتش ليه يا معلم اوديجير اول 10 دقايق يطلع ماسك رجله. ماسك رجله يعني هو اصلا لازم من اول الماتش هو مصاب ورجله متربطه. انا ليه جازف بيه وانا عندي اتلتيكو مدريد في البرنابيو، بعد كده هروح الاتحاد العب سيتي، بعد كده السيتي يجي يقابلني، وعندي ماتش بعد قبل كده في الكاس قدام ليجانيس. فليه يا معلم اخد الريسك اصلا؟ فانا ليه اخد الريسك والعب واحد هو الوحيد اللي شغال في خط دفاعي؟ ممكن الاصابه يعني تكبر معاه شويه ويا معلم وما يلحقش 3 ماتشات اصلا، فبقى عندي كارثه. تخيل انزل الماتش اصلا بفاسكيز يمين، فيلان مندي شمال، وتشاوميني وقلبه. بس يا معلم انهي الماتش، مش بتفرج عليه، انا مش بتفرج على الثلاثه والله لو احنا نزلنا كده. لو فكرت انك تنزل كده، واكيد ما تقنعنيش ان انت هتلعب قلبه اللي راجع من الاصابه على اول اسينسيو. طب يا عم سيبك من الدفاع، تعالى كده بس اقول لك احنا لازم ال3 فرد اللي قدام يعني يبقى في فرده منهم ميته. مش فاهم ليه. رودريجو واحد من احسن اللعيبه في الماتش. تاني حاجه امبابي هو يا جدعان بدا يحاول، يعني هو يا معلم والله ده اصل انا بحاول لك كتير قوي، واي كوره بتيجي بحاول اعمل فيها دريبل عشان اعدي، بحاول اشوط، بحاول اباصي، بحاول اعمل اسلم حل ممكن اعمله. فمبابي بدا يفوق احسن بكتير من الاوقات اللي جه فيها. اخر واحد هو فينيسيوس يا معلم، ان هو انت مش لازم كل كوره تطلع تعترض، ومش لازم كل كوره تطلع بامبك مع الحكم. هو خلاص يا اسطى بقى كفايه، كفايه ما شفنا من غير حذف قدام بلد الوليد وقدام لاس بالماس هنكسب عادي ومن غير حذف ومن غير اعتراض على الحكم كتير، نكسب ب5 وبسكور وبنتيجه حلوه. وبعدين يا معلم يا حاج كارلو يا راجل يا كبارة يا محترم، انت شايف دلوقتي ان عندك فينيسيوس اللي هو خلاص يا معلم انا طلعت من الماتش، وانت شايف ان رودريجو بقى له حبه حلوين عامل اداء حلو قوي ناحيه الشمال. فطبيعي ان انا اطلع فينيسيوس واقوم جاي منزل مكانه ابراهيم دياز عادي. اصل ده يا معلم اصل دي كوره، اصل انا بطلع واحد هو خلاص طلع اوت، يعني طلع بقى الماتش خالص ووحش قوي،
ونزلت مكان واحد هيخلي لي الدنيا تمام واختراقات ومهاري ومش هتفرق حاجه، ورجعت رودريجو تاني مكانه اللي هو بيحبه وهيبدع لي فيه. رودريجو اصلا فايق واخد فورمه وماشي بستيك حلو. فليه ما شغلش الزلطه دي وابدا احرك الملعب؟ وبعدين بس تعالى كده، تعالى بس هقول لك، تعالى يا عم فالفيردي. ما هو انا مش اي كوره تجيلي من بره ال 18، زاويه معدوله، زاويه مش معدوله، زاويه حلوه، زاويه وحشه، جسم معدول، جسم مش معدول، اشوط. ما هو يا معلم، ما هو اصل انت بتشوط حلو، كلنا متفقين على كده، وانت واحد من احسن اللعيبه بتشوط في العالم حاليا. حلو اهو، ورجلك مظبوطه، وواحد من احسن اللعيبه المفيده في الفرقه. وفالفيردي ليه لوحده حكايه، انك يا معلم بتلعبه باك، بتلعبه نص ملعب، بتلعبه وينج، وممكن تلعبه سنتر باك وحارس مرمى وسترايكر. فهو بيلعب في كل الاماكن. فالفيردي هو يا معلم، شوف فالفيردي كامافينجا، شوف اي مكان انت عندك نقص فيه هتلاقيهم هما اتنين بقى يلعبوه تمام. بس مش الكوره جايه لك، انت جسمك مش معدول فتشوط. ما تضيعش مني الهجمه يا صاحبي، فاهم؟ ما تضيعش مني الهجمه وانت خلاص الحكم ما هيصفر. يعني الحكم هيصفر وانت هتموت وتشوط. اصل ليه مش منطقيه، صح؟ مش منطقيه. ما تعملهاش تاني بقى بعد اذنك يعني. فانت يا معلم بعد ما كنت ماسك الصداره في 4 نقط عن اتلتيكو، خليت ماتش اللي جاي ويا معلم ماتش حماسي ملوش لازمه. بامانه والله هو ما كانش ليه لازمه خالص يا معلم، ان انا اطلع من اسبانيول خسران عشان اروح اتلتيكو مدريد يبقى فيها ما بيني وبينه نقطه، والماتش الجاي ما بيننا. لا وبعدين قلت مثلا ايه، ممكن لو الماتش يعني اتقلب شويه وكسبت 2-0 ولا حاجه ريح لعيبه. لا يا معلم، هو مفيش تريح لعيبه، هو اللعيبه كلها هتلعب ال3 ماتشات الجايه. فربنا يستر وروديجير ما يبقاش مصاب اصابه كبيره، وترجع تاني صدارة الدوري بسهوله، وتروح تقابل السيتي في الاتحاد. السيتي اللي في اسوأ حالاته، اللي ما اعتقدش ان هو هيخليك في اسوأ حالاته خالص يعني. سيتي حرفيا الماتش الجاي سيتي اتحاد، سيتي برنابيو، من احسن ماتشات الموسم حتى لو سيتي مش في مستواه. لان انت مش بتقدم يا معلم التيكي تاكا، انت بتقدم كوره برضه ربنا يبارك لها. فبس ده كان كلامنا عن ريال مدريد واسبانيول. مش مشي ولابس فايفي، عايز المجد دي ومنتدى، ودي حاله ريال مدريد واسبانيول. سلام.